يعني هنلاقي دايما الشركات حتى لو السعر عندها كويس بتضغطني قوي في نظام السداد، ما بتدينيش خصومات. لكن لا، احنا في اللونش هنا هنلاقي عندنا نظامين سداد، يقسط على 10 سنين قبل الخصومات اللي لسه هقول عليها. فده رقم حلو جدا جدا مقارنه بكل التاورز وكل المشاريع اللي موجوده جنبه، واللي ممكن تبقى اقل منه في المستوى بتاع الخدمات ومستوى التوزيع. دي المساحه المنطقيه. يعني عشان اقدر ان انا اشتغل، عشان اقدر اجر، طبعا هو كله يحب المساحه الصغيره. الميزه العاشره هي عروض حصريه خاصه بشركتي. السلام عليكم، أنا أيمن محمد، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مشروع من أميز المشاريع أو أميز التاورز اللي موجودة في منطقة الأبراج السياحية في الداون تاون. طبعا احنا عارفين منطقة الأبراج السياحية وعارفين المشاريع اللي فيها. المشروع اللي هتكلم عنه النهاردة هو مش مشروع جديد، هو لونش ثالث لشركة دبي أوبسيديار تاور. اوبسيديار تاور هو من المشاريع الممتازه جدا اللي انا برشحها القوه لمعظم العملاء اللي اشتغلوا معايا. نزل بالمرحله الاولى الايست تاور، كان اداري وطبي. نزل بالمرحله الثانيه الميدل تاور، كان اداري بالكامل. والمرحلتين كانوا من انجح المراحل البيعيه وحققوا مبيعات كويسه جدا جدا في المكاتب الاداري. عشان كده حبيت اتكلم في اللونش الثالث واعمل فيديو جديد لاوبسيديار تاور لللونش الثالث اللي هو اوبسيديار اي. وهو هيكون لونش مختلف شويه، لانه هيكون لونش المرحله التجاري. هينزل بقى المشروع بتفاصيل التجاري بتاعه، بتفاصيل المحلات. وزي ما اتعودت في شغلي مع دبي ان هما دايما بيبقى ليهم نظام احسن كتير من باقي السوق، بيبقى تسعيرهم افضل واحسن من باقي السوق، تسعير منطقي اقدر ان انا اكسب منه، واقدر وانا داخل اسدد على نظام سداد مريح، وفي نفس الوقت اقدر الاقي اختيارات كويسه باسعار ممتازه جدا جدا. فعلا بتبقى منافسه مقارنه بكل المشاريع التانيه المجاوره ليه. طبعا انا كنت اتكلمت في فيديو سابق في شرح المشروع عن الشركه، وان هي ليها سابقه اعمال في دمياط الجديده والمنصوره الجديده، وليها سابقه اعمال جوه العاصمه نفسها، كابيتال دبي مول اللي موجود في منطقه الار 7 وخلص انشاءات خلاص بنسبه 80% او حاجه، تسليمه كلها كمان 4 شهور او 6 شهور. فانا بتكلم عن شركه ثقه، شركه ليها سابقه اعمال بره العاصمه وجوه العاصمه ونفذت. اوبسيديار تاور نفسه بدأوا فيه إنشاءات وخلصوا الحفر، وهيبدأوا في الإنشاءات إن شاء الله في وقت قريب. هنبدأ نشوف التاور موجود على الأرض. فكل ده يطمني إن أنا داخل مع شركة ثقة وناس ليها سابقة أعمال. تاني نقطة الاستشاري الهندسي اللي موجود في الشركة. احنا عندنا باشمهندس محمد طلعت من أقوى الأسماء الموجودين في الاستشاريين اللي اشتغلوا في العاصمة، اللي اشتغل حتى مع الدولة نفسها. هو من الناس اللي صمموا مسجد مصر، صمم اكتر من مبنى واشتغل في اكتر من مبنى جوه الحي الحكومي. فدي كلها حاجات تطمني وانا داخل ان انا اشتري، ان في شركه سابقه اعمال، في استشاري هندسي. والموضوع كمل بشركه الانشاءات، شركه ديتك للانشاءات هي موجوده معاهم، وهي اللي هتنفذ التاور وهي اللي هتبنيه بالكامل. ودي شركه نفذت واشتغلت مع اكبر المكاتب اللي موجوده في مصر، صبور، محرم بخوم، وغيرها من الشركات. فبالتالي انا عندي استشاري، شركه استشاري هندسي قوي، شركه انشاءات قويه، شركه ليها سابقه اعمال. الكلام ده كله كمل بايه؟ شركه اتصالات مصر. شركه اتصالات مصر دخلت معاهم وهي اللي هتمسك نظام الشبكات في المبنى كله. ودي نقطه برضو تطمني اكتر. هي اللي هتمسك بقى نظام الاكسس سيستم، السكيورتي سيستم، نظام الشبكات. الكلام ده كله هيبقى من اختصاص شركه اتصالات مصر، هي اللي هتنفذه. نظام الطاقه جوه المبنى هي اللي هتنفذه، وهي اللي هتبقى بتديره ومهتمه بيه. فده يعرفني مستوى الكواليتي اللي هتتقدم واللي هتتعمل في المبنى من الثلاث اضلاع الموجودين، استشاري وتنفيذ وشركه اتصالات. النهارده في اللونش بتاع التجاري، قبل ما اشرح اللونش نفسه وقبل ما اتكلم عن المشروع، هتكلم ان شركه الاداره خلاص اللي اتحددت للجزء التجاري في المبنى هتبقى شركه كاد. وشركه كاد من الشركات المعروفه، عارفين ان هي ليها سابقه اعمال كويسه جدا جدا. وهي تقريبا اي شركه عايزه تنجح مشروع جوه العاصمه او تنجح الجزء التجاري ليها جوه العاصمه بتروح لشركه كاد، وبيبقى هي الاختيار رقم واحد بالنسبه لها. فاحنا كده عندنا شركه كاد هي شركه الاداره. هنبدا بقى نخش نتكلم شويه عن تفاصيل المشروع، اللوكيشن بتاعه، الشرح بتاع التجاري، ايه المختلف في اللونش، لان اللونش التجاري المره دي من دبي لونش فعلا مختلف وكويس جدا. طبعا اوبسيديار تاور انا كنت شرحته في اللونش بتاع المرحله الاولى والثانيه، بس هعيد تاني واكد على الموقع بتاعه. هو التاور موجود في لوكيشن مميز جدا في منطقه الابراج السياحيه. هو مباشر على محور بن زايد الشمالي، ودي اقوى ميزه تبقى موجوده في اي مشروع في العاصمه. مباشر على النهر الاخضر، فانا واخد تميز عالي جدا. اهم شارع في العاصمه او اهم شارع هيبقى موجود في مصر مع وجودي على النهر الاخضر. الزياده في اوبسيديار عن باقي التاورز ان هو واخد ناصيه على المحور الغربي. المحور الغربي ده الشارع الرئيسي اللي بيجيبني من اول بن زايد الشمالي يدخلني لداون تاون يوصلني لغايه الحي الحكومي. فدي ميزه زياده الاوبسيديار في التاور، فدي تاني ناصيه. فاحنا كده واجهه على بن زايد الشمالي والنهر الاخضر،
واجهه تانية موجوده على المحور الغربي اللي بيدخلني لداون تاون والحي الحكومي، واجهه ثالثه موجوده على شريط الابراج، الشارع اللي بيفصل الابراج الصف الاول عن الصف الثاني. فانا واخد 3 شوارع رئيسيين و3 شوارع مهمين جدا جدا في منطقه الابراج السياحيه. فده يميزني كتجاري ان انا المحلات معظمها متشاف، معظمها على شوارع، فبالتالي ده هيبقى اوبشن حلو جدا. وانا بختار المحل بتاعي هلاقي سهوله ومرونه في الاختيار. انا مش مربوط ان انا لازم ابقى على واجهه واحده، لا انا عندي 3 وجهات اقدر ان انا اختار بينهم. طبعا الخدمات متوزعه توزيعه كويسه جدا في المرحله دي عشان تخدم التجاري وتوزع الكثافه على المبنى كله. هنلاقي ان في 6 اسكليتور بيطلعوا من الدور الارضي للدور الثاني، اسانسيرات متوزعه في الفلور كله، فما فيش مكان واحد فيه اسانسيرات والتاني لا متوزعه بطريقه كويسه جدا، هي ومناطق الخدمات زي التويليتس وغيرها، عشان حركه العملاء جوه المول تتوزع على كل المحلات، والمحلات كلها تبقى متشافه عشان الترافيك يتوزع كويس. الدور الارضي زي ما قلنا بيكون ليه 3 مداخل، كل مدخل بيبقى قريب منه منطقه خدمات، قريب منه اسكليتور، قريب منه اسانسيرات. الدور الارضي يعتبر 90 او 80% من المحلات بتاعته على الشوارع، فهقدر سهل ان انا اخد محل تجاري ارضي على شارع رئيسي في التاورز في الابراج السياحيه بتميز اللوكيشن ده، فاختيار المحل هيبقى سهل جدا في اوبسيديار اي. هنلاقي الارضي اللي هيزود لنا الكثافه فيه كمان ان موجود هايبر ماركت على مساحه كبيره جدا، على مساحه 1000 متر تقريبا، فده برضه هيضمن لي كثافه اعلى. احنا عارفين ان الهايبر ماركت من الحاجات اللي بتعمل جذب كويس جدا للمكان. الشوارع زي ما قلنا ال3 شوارع عليها كافيهات وعليها مطاعم ومنطقه فود اند بافري. الجزء البسيط الداخلي في الدور الارضي ده هيبقى متقسم محلات ريتيل كلها. بعد كده هنطلع للدور الاول هيكون كله ريتيل ومقسوم نصين، يعني هيبقى بينهم زي بريدج صغير. جزء منهم هيكون فيه كيدز اريا على مساحه 500 متر، وجزء منهم هيبقى فيه جيم على مساحه 700 متر. فده برضو يضمن لي ان في كثافه في الجزئين بتوع الدور الاول ومتوزعه كويس جدا. الكيدز اريا من الحاجات المهمه جدا جدا في اي مول تجاري، فوجودها في الدور الاول هيعمل كثافه كويسه جدا على المحلات الريتيل اللي موجوده فيه. هنطلع الدور الثاني. الدور الثاني هو دور الفود كورت. الفود كورت في اوبسيديار اي من افضل التقسيمات او افضل الفود كورت اللي انا شفتها في المشاريع. يمكن انا من الناس اللي ما بيرشحوش كتير ان انا اشتري دور اول او ثاني غير في مولات قليله، واوبسيديار اي من الاختيارات اللي انا ارشحها جدا كفود كورت، لان هو مقسوم برضو نصين، هتبقى كلها منطقه كافيهات ومطاعم. مساحه الاوت اريا بتاعت الفود كورت كبيره جدا، ممكن نقول ان هي تتخطى ال 1500 متر تقريبا لو ما كانتش اكتر من كده. فدي مساحه تضمن لي اللي هيبقى فيه كثافه ممتازه، هيبقى فيه هقدر ان انا اختار محل كويس على شارع رئيسي، على اوت اريا كبيره، شايف النهر الاخضر او شايف الابراج او شايف المحور الغربي، وجنبي الفود كورت الاسكليتور بيطلع العميل بتاعي من الدور الارضي لغايه عندي. فكل ده مع ممرات الخدمه مع الاسانسيرات مع التويليتس، الكلام ده كله هيضمن لي فعلا ان فود كورت محترمه نقدر ان احنا نشتغل فيها، ونقدر نعمل فيها مطعم كويس حتى لو هناخد المساحه الصغيره، لان هيبقى المطعم بتاعي هنا مش معتمد بقى ان انا لازم يبقى عندي ترابيزات واماكن للعملاء بتوعي، لا في مساحه فود كورت كويسه هقدر ان انا استغلها. المساحات في اوبسيديار اي او في اللونش الجديد بتبدا من 40 متر، ودي المساحه المنطقيه. يعني عشان اقدر ان انا اشتغل، عشان اقدر اجر، طبعا هو كله يحب المساحه الصغيره 20 متر 30 متر، فما تضغطنيش قوي في السعر، بس هي فعليا المساحه ال 40 متر دي بدايه المساحات اللي تعرف تشغلها، تعرف تشغلها كريتيل، تعرف تشغلها كمطعم صغير في الفود كورت. هي يا دوب مساحه 40 متر، طبعا كل ما كبرت كل ما يبقى احسن، وال 40 منطقي قوي وهقدر اجرها لوحدي واقدر ان انا اشتغل فيها، مش هعتمد قوي على فكره الضم وان احنا كذا حد يضموا على بعض، ودي ميزه حلوه لاي حد معاه البادجت انه يقدر يشتري المساحه دي. لو اتكلمنا على الاسعار، الميزه هنا في السعر المنافس. احنا لو بصينا الاسعار في التاورز كلها او في الشريط الابراج كله كتجاري ارضي، هنلاقي ان هي كسرت ال 300 400 الف جنيه للمتر. احنا بنتكلم اللونش بتاع اوبسيديار اي بيتكلم بدايه سعر المتر في الدور الارضي من 220 الف، ده رقم ممتاز جدا. 220 الف قبل الخصومات اللي لسه هقول عليها، فده رقم حلو جدا جدا مقارنه بكل التاورز وكل المشاريع اللي موجوده جنبه، واللي ممكن تبقى اقل منه في المستوى بتاع الخدمات ومستوى التوزيع. لو طلعنا للدور الاول هنلاقي انه بيبدا من 180 الف. 180 الف ده بقى رقم منطقي جدا برضو قبل الخصم بتاع اللونش، فبالتالي هنلاقيه ارخص من كل الحاجات اللي حواليه، رغم انه مديني مميزات حلوه جدا في الخدمات وفي اللوكيشن بتاعه وفي توزيعه المحلات. الدور الفود كورت بيبدا من 220 الف.
احنا شفنا مولات يمكن اصغر منه بكتير في اماكن اقل كتير واغلى من كده. مش هقارن بقى بالتاورز، التاورز اللي جنبه لا ده في حاجات وصلت 350 الف الفود كورت و400 الف. فاحنا بالتالي بنتكلم في اسعار منطقيه جدا، اسعار فعلا اقدر اكسب من وراها، ولسه في الخصومات بتاعت اللونش. كملوا الاسعار دي بانظمه السداد. يعني هنلاقي دايما الشركات حتى لو السعر عندها كويس بتضغطني قوي في نظام السداد، ما بتدينيش خصومات. لكن لا، احنا في اللونش هنا هنلاقي عندنا نظامين سداد. يقسط على 10 سنين بمقدم 10%، ودي حاجه ممتازه جدا. انا بقسط براحتي، دافع مقدم بسيط ما اتضغطتش، وهاخد خصم 10%. فانا خدت خصم ومقسط على مده طويله وما دفعتش مقدم كبير. طب لو انا عايز ازود الخصم شويه، هخليني اقسط على الانظمه الطبيعيه، اللي هو هدفع 10% مقدم 7 سنين، 15% مقدم 8 سنين، 25% مقدم 9 سنين، 30% مقدم 10 سنين. والخصم بدل ما هو 10% هيكون 15%. فدي الميزه الزياده، ان انا دفع معايا مقدم اكتر، خلاص هدفعه، هاخد في المقابل خصم اعلى. فانا واخد سعر منطقي جدا ومنافس اصلا من غير خصومات، هو احسن من كل الاسعار اللي موجوده في الابراج. انا واخد خصم كويس جدا في اللونش، انا واخد نظام سداد مريح، انا اللي برتبه وانا اللي بتحرك فيه براحتي. فاحنا كده لو سريعا عدينا المميزات. انا دايما بحب في اي مشروع بقول مميزات وعيوب، بس بصراحه يمكن هبدا بالعيوب هنا. العيب الوحيد اللي ممكن اقوله في اللونش بتاع التجاري الاوبسيديار تاور، ان المساحات او محتاج بادجت عالي شويه. يعني انا عشان اشتري، وده طبيعي في التجاري، ان انا عشان اشتري تجاري في اوبسيديار تاور لا، انا محتاج بادجت مش هيقل عن 6 7 مليون تقريبا. بس هاخد محل تجاري فعلا ممتاز، استثمار انا عارف ان انا مطمن له، استثمار عارف ان انا هقدر اكسب من وراه، استثمار هيدوم معايا. ومع الوقت مش هقول سنتين ثلاثه، 6 شهور سنه، هلاقي المكسب بدا يظهر لي، وهلاقي العائد التراكمي بدا ان انا احصله وبدا ان انا احسبه. فالعيب هنا انا مش شايفه العيب اللي يمنعني طول ما انا معايا البادجت، بالعكس ده اختيار رقم واحد كتجاري اللي انا اتحرك له طول ما انا معايا البادجت ده. لو بصينا بقى على المميزات، احنا عندنا شركه ليها سابقه اعمال موجوده على ارض الواقع نقدر نشوفها، استشاري هندسي باسم كويس، شركه اداره، شركه انشاءات، شركه تشغيل. عندنا موقع مميز جدا، اسعار منافسه مقارنه بكل التاورز، نظام سداد مريح اقدر ان انا اتحرك عليه، وخصم اللونش. ففي 9 مميزات. الميزه العاشره هي عروض حصريه خاصه بشركتي، تقدر لما تكلمني ان شاء الله عشان اختار لك مكتبك الاداري او اختار لك وحدتك التجاريه، ان شاء الله دي هنحددها لك وهنعرفك ايه العروض الحصريه اللي عن طريق ان احنا بس ان شاء الله كلمني وخليني معاك وانا بختار لك وحدتك الجديده، وان شاء الله هتلاقينا انا وفريق المبيعات بنساعدك ونوصلك لاحسن اختيار.